السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم رشيدة من قناة رشا فلوق. هانتوما تقولوا راه مشات الشميشه، ما يمكنش لينا نوجدوا الصلصه ديال الطماطم. غادي نشاركها معكم في الدار وما غاديش تحتاجوا الشمس بصفه نهائيه. المهم هنا بالنسبه للكميه غادي نشارك معكم الكميه وغادي تشوفوا شحال خرجت ليا باش تعرفوا بانها كتقام اقتصاديه. والاهم انكم كتصايبوا شي حاجه نقيه يعني لعائلتكم، كتكون انها نقيه 100%، ما كتلقاوها لا مخلطه ولا. المهم نقيه 100%. شفتوا هذا المقطع اللي نزلت لكم فاش كنت حامله هذاك ديال الصلصه ديال الفلفله. السنه اللي فاتت الصراحه كانت غاليه، كانت دايره شي 60 ليره الكيلو، وخديتها لانني كنت تقريبا ولد، فكنت باغاه كنوجد على بكري، ولكن خرجت كميه قليله. يعني السنه اللي فاتت درت غير ديال الفلفله وما لحقتش ندير ديال الطماطم. المهم هنا بالنسبه للطماطم خديت 30 كيلو. 30 كيلو خديتها كنظن بشي 380 ليره. المهم حسبوها شحال غادي تجيكم، ما غاديش تجيكم بزاف شي 100 درهم مغربيه. تخيلوا 100 درهم مغربيه غادي تدوز لكم العام كامل. هنا خديت 30 كيلو كيف ذكرت في الفيديو. المهم بالنسبه للطريقه ديال التحضير راها ما غاديش نقول لكم سهله، وانما اللي عنده العوين غادي تجي سهله. انا بالنسبه لي عندي التربيه وكنخرج كدي بنتي للروض وكنرجع شويه، جاني الامر صعيب، ولكن الحمد لله تخطيت. هنا بالنسبه للطماطم كتغسلوها مزيان من طبيعه الحال وكتقطعوها طريفات صغارين. اللي عنده الروبوت بغى يدوزها في الروبوت بامكانكم انكم تدوزوها في الروبوت باش تسهل عليكم العمليه ديال انكم تبقاو تقطعوا. كتقطعوها وكتحطوها في الطنجره، كتضيفوا واحد شويه ديال الملح، غير واحد نص كاس ديال الملح في كل طنجره. راه من بعد ملي كتبقى تطيب كتاخذوا غير داك الماء وكتوليو طيبوا به مره واحده ثانيه، يعني مره اخرى. اما الا كانت عندكم الطنجره كبيره مثلا كترفد واحد 10 كيلو، راه غادي ديروا الكميه في مره واحده. انا راه بقيت كنطيب كنقص وكنولي نحط. المهم كطيبوا ديك الطماطم مزيان وكطحنوها مزيان. كل ما طحنتوها مزيان كل ما كتسهل عليكم العمليه ديال التصفيه. وكنصفيها من طبيعه الحال في الصفايه الرقيق، وكنرجعها للطنجره. باش تعرفوني مهووسه بالغسيل، غسلت الطنجره عاد وليت حطيت فيها مع العلم انني باقا توسخ. المهم الله يعفو. المهم كترجعوها للطنجره، وهذه هنا فين كتبدا العمليه ديال كيف ما تنقولوا الصح. هنا انا حيت كان ولدي كيحوس حدايا فما كانش عندي كيفاش ندير نخلي الطنجره عريانه. هي الطنجره خصها تبقى عريانه كيف كيبان لكم. هذيك اللي بعيده كنت كنخليها مره عريانه، ولكن هذيك اللي كانت قريبه ليا كنت كنضطر انني نغطيها حيت الصلصه كتبقى هكايا كطير، وكنخاف تقيس ليا هكايا ولدي. المهم كتبقاو في هذه المرحله هذه كل مره كتحركوا كيف كيبان لكم كيكون القوام ديالها باقي خفيف، لان كيكون فيها داك الماء ديالها. انا ما كنصفيهاش، يعني ملي كتكون يلاه طابت كنخليها بداك الماء ديالها، يعني نطحنها مع داك الماء اللي كيكون فيها. هنا ملي كتوصل لهاد المرحله هذه على فكره ضروري خصكم تبقاو تحركوا، يعني ماشي تغنيو عليها. ملي كتكونوا كتصايبوا هاد الصلصه ما خصش يكون عندكم بزاف ديال الاشغال، يعني تقضيوهم وتمشيو تقضيو مسائل اخرين، لا، خصكم ضروري تبقاو كل مره تحركوا باش ما تلصقش لكم الصلصه في الطنجره. هنا ملي وصلت لذاك القوام هكايا المطلوب او القوام هكا ثقيل كتضيفوا الملح ما نقدرش نقول لكم واحد الكميه اللي محدده، انا كنضيف الملح عيني ميزاني. المهم خاصكم ديروا الملح، وملي كتكونوا طيبوا كديروا بحساب بان هاد الصلصه راها فيها الملح، لان الملح هي الماده الحافظه الوحيده اللي غتكون فيها هي وزيت الزيتون. هنا كنديرها في القنينات من طبيعه الحال، خصهم يكونوا مغسولين ومعقمين، وخصهم يكونوا ناشفين ما فيهم حتى نقطه ديال الماء. هذه نقطه مهمه باش ما تخسر لكمش الصلصه. هنا كنديرها في القنينات وهي مازال سخونه، يعني كتحاولوا ما امكن انكم ديروها هذيك الساعه. يعني القنينات خصهم يكونوا موجودين مغسولين وجاهزين. هنا بالنسبه للغطايات ما غاديش نقول لكم تكونوا كتستعملوا غطايات غير تغسلوهم مزيان وتحكموهم، لا، الغلايق خاصهم يكونوا جدادين. كنأكد عليها الغلايق خاصهم يكونوا جدادين، لان ملي كتستعملوهم المره الاولى وكتفتحوهم بالسكين كيدي فورمه، يعني ما كتبقاش فيهم هذيك الفورمه اللي كتكون فيهم الاولى. يعني واخا تقولوا لي لا راهم زوينين، ولكن انا كنأكد عليكم الغلايق خاصهم يكونوا جدادين. هنا ضفت زيت الزيتون من الفوق حتى غطيت ديك الطماطم كامله، وعاد سديت الغلايق. من طبيعه الحال الغلاقه كتشوفوا حتى كتشد البوزيسيون ديالها مزيان عاد كتسدوها. الا شفتوها دورتو كيف ما كندور انا ولا تحركت، عرفوا بان هاد الغلاقه هذه غير صالحه.
كتحيدوها وكتبدلوها بوحده ثانيه. المهم انا واخا واخداهم هنا جداد، ولكن بعد مره كتكون شي وحده غير صالحه. هاد الكميه اللي خديت انا ديال 30 كيلو خرجت ليا 12 قنينه من هذوك اللي مويه اللي كتشوفوا، وخرجت ليا وحده من هذوك الصغارين. شفتوا كنوريكم الطنجره خاصها تكون نقيه، كنأكد عليكم خاص الطنجره تكون نقيه باش تعرفوا راسكم بانكم درتوا الصلصه وما خسراتش ليكم وما تحرقاتش في الطنجره، ولكن مع الاستمرار في التحريك. هنا كان خاصني شي كاس ديال القهوه باش نقاد المورال، حيت فعلا ما نكذبش عليكم. شوف انا باغا نقول لكم شي حاجه بطاقه ايجابيه، ولكن اللي عنده التربيه واللي ما عندوش العوين غادي نقول لك راه كي غادا تعياي كتبغي الصراحه العوين، ولكن انا الغالب الله ما عنديش اللي يعاونني، الله سبحانه وتعالى كيوقف بجنبي. المهم حتى ديال الفلفله ان شاء الله نحاول ننزل لكم الفيديو. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم، ونتلاقاكم في امان الله. مع السلامه.